اوعي تخشي تاخدي شاور من غير ما تحطي الحاجه اللي هقولك عليها دي على شعرك. غسل الشعر ده فن، يعني ما ينفعش كده تخشي تغسلي شعرك من غير ما تكوني حاطه تريتمنت عليه. من اجمل الحاجات اللي انا جربتها للموضوع ده هو بوم مايونيز. ده شكله، فاكرين الريفيو بتاع بوم باتر؟ ده بقى البوم مايونيز. انا جبت علبه تانية من حبي لما جربت العلبه الاولانيه. عباره عن مايونيز للشعر، بتحطيه على شعرك قبل ما تستحمي وتسيبيه لمدة 25 دقيقة. ممكن تعمليه مرتين في الأسبوع لو انت شعرك متدمر، وممكن تعمليه مرة في الأسبوع لو انت عايزة تشوفي فرق. في كولاجين وفي شيا وفي زيت جوز الهند وفي زيت الجزر وزيت اللوز وجل الصبار، موعد فيتامينز بتغذي فروة الراس. على فكرة هو بيتحط على فروة الراس والشعر، فبتعملي بيه التريتمنت وتلفي شعرك كده وتستني نص ساعة وتخشي تغسلي شعرك. بتلاقي شعرك ناعم، الهيشان هدي ويكاد يكون مش موجود، وانتي بتشطفيه هتحسي فعلا ان شعرك زبده. وعلى فكره كمان انت ينفع تستخدميه للاطفال لو عندك بنوته عايزه تعتني بشعرها. ولو نسيتي تستخدميه قبل الشاور تقدري تستخدميه زي هير ماسك وتسيبيه على شعرك اطول فتره ممكن. الناس اللي عامله بروتين، الناس اللي عامله كرياتين وشعرها متكسر وبيتقطع، ده هيفرق معاكي جدا في الترطيب. بجد هتحبيه جدا جدا.